البسبوسه ما بتطلعش معاكي زي بتاعه المحلات، بعد الفيديو ده اتحداكي ان انت ان شاء الله تطلعيها احلى واجمل من بتاعه المحلات. ما شاء الله طريه جدا وطعمها بجد خطير، والسمك بتاعها مش قادره اقولك. انت كده كده هتجربي بنفسك يا ست البنات. الموضوع ان بجد طريقتها بسيطه جدا ان شاء الله، وهتطلع ناجحه معاكي من اول مره، وازاي تظبطي الشربات بتاعها وتطلع كده خطير. كل اللي انا عايزاه منكم تتحمسوا معايا كده ونسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم، وكل سنه وانتم طيبين، رمضان جاي بخيره. اول حاجه معايا علبه زبادي بلدي او شركات، المتوفر عندك اشتغلي بيه. هبدا اسمي الله واحطها هنا. بقى السمنه انا عايزه كوبايه من السمنه، انا عن نفسي عارفه معيار الكوبايه بالمعلقه، فهحط بالمعلقه زي ما انتم شايفين. المهم ان انت تاخدي كوبايه، لان ده سر الطراوه بتاعتها، وازاي تبقى دايبه معاكي كده وما تنشفش معاكي ولا حاجه. نقلبهم كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين كده اهوت بالمعلقه، مفيش اي حاجه خالص. وبعد كده معايا ده ابسط واجمل كيس بسبوسه ممكن تشتغلي بيه بصراحه. عن كمان السيب بتاع العطار، الكيس ده بيبقى بجد حلو جدا وبيطلع لك البسبوسه ما شاء الله ناجحه جدا. نقلب بقى كل حاجه زي ما انتم شايفين كويس قوي قوي، كل حاجه تتغلف في قلب بعضها. كده خلصنا البسبوسه. طب شفت ابسط ولا اجمل من كده؟ يا ترى كده حطيت لي لايك وشير. البسبوسه كويس جدا بالزبادي والسمنه زي ما انتم شايفين. هبدا اسمي الله واجيب صينيه مقاس 24. اهم حاجه ان انت تجيبي معلقه سمنه كويسه كده، وبالمعلقه بظهر المعلقه كده بالراحه خالص زي ما انتم شايفين وزعيه. طبعا هنا عايزه تشتغلي بالفرشه براحتك خالص زي ما انت شايف، اللي يريحك اشتغلي بيه، ربنا يحسن ما بين ايديكي. خلصنا كده ودهنا الصينيه بتاعتنا كويس جدا ما شاء الله. والصينيه بتاعتي كمان غير لاصقه، وعلى فكره في المونيا في تيفال في اي حاجه هي بتطلع معاكي حلوه جدا وما بتلزقش. حطينا البسبوسه بتاعتنا كده، نسمي الله وتبلي ايدك بالميه، وتبداي ان انت تبططيها كده لغايه لما تشوفي كل حته قد بعضها. ايدك هتحسسك ان مفيش حته عاليه ومفيش حته واطيه غير المعلقه خالص. بعد ما ظبطتها كده كويس بحرف المعلقه بظهرها كده، واسويها كويس قوي عشان صوابعي كده كانت معلمه. خلصنا كده كل حاجه، ندخلها الفرن. واول ما تبدا تتحمر كده من الحروف كويس جدا، نولع عليها الشوايه. مفيش دقيقه او دقيقتين وانت واقفه كده بيها تمام قدامها. المهم يا جماعه معايا كوبايه ونص من السكر زي ما انتم شايفين كده اهوت ما شاء الله. حطيتهم كوبايه ونص من السكر على كوبايه ونص من الميه على نص ليمونه زي ما انتم شايفين. 5 دقايق بس على النار، لان البسبوسه كده كده بتحب الشربات بتاعها يكون خفيف ويكون سخن مولع. البسبوسه تخرج معاكي من الفرن زي ما انتم شايفين كده اهوت ما شاء الله، خدت لون حلو جدا زي ما انتم شايفين. ننزل عليها بالشربات السخن المولع ماشي. وبعد كده غطيها لمده بس ساعه ولا حاجه. انا كده كده كنت عاملاها قبل الفطور بساعتين 3 ولا حاجه. بعد ما شربت الشربات معايا زي ما انتم شايفين وهديت خالص كده معايا، قمت مغطياها ودخلتها التلاجة لمده ساعه. ودي اختياريه على فكره، يعني انت ممكن كده كده تسيبيها تستهدى على الرخامه. وبألف هنا وشفا. نبدأ نسمي الله ونقطع بقى، وتعالوا شوفوا لي هالجمال وهالحلاوه. بجد صينيه بسبوسه كده كانت عظمه. دي صينيه بسبوسه اول يوم رمضان. العيال يعني انا كنت مستنيه الكنافه طبعا والقطايف، بس هم صمموا ان هم ياكلوا بسبوسه. فانا قلت خلاص مفيش مشكله. قطعنا بقى البسبوسه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. انا بصراحه هنا هقطع النص كده او اكتر من النص شويه. تعالوا شوفوا الجمال، سمكها حلو جدا زي بتاعه المحلات، وطريه طراوه مش قادره اقول لك، والطعم مظبوط جدا جدا. بس اللي عاملين دايت كده ما يجوش جنب الوصفه دي بجد، لان سكرها عالي جدا ما شاء الله. زي ما انتم شايفين طلعنا كده اللهم بارك. ايه رايكم في الجمال والحلاوه بجد؟ وشكلها بيتحدث عن نفسه. لو عجبتكم طبعا الوصفه واستفدتوا منها لايك وشير وكومنت حلو. بحبكم في الله، ويا ريت تقولوا لي كده ايه رايكم في الفيديوهات بتاعتي وبتستفادوا منها ولو حتى بحرف واحد بس ولا لا. ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ قلبي يتحمل. يا نهار ابيض على الجمال بجد، خطيره واخده لون بجد تحفه ما شاء الله.